مفيش حد هيخرب لك بيتك ويبوظ لك حياتك غير صاحبتك الانتيم اللي كل شويه دودو 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 في التليفون، تحكي لها بقى عن مشاكلك وبيتك وجوزك ولا خطيبك ولا اللي انت مرتبطه بيه، وفي الاخر هتطلع زي هنا. كل المصايب ما بتجيش غير من صاحبتك الانتيم، طلعت بتحقد عليها من وهم صغيرين ومستكتره ان هي اتجوزت سياده المحافظ، بس الحلول اللي هنا ما اتصدمش. لا وخدها قاعده بقى، الناس الكبيره دي دايما عندهم حق في كلامهم. ان سلوى في نص المسلسل قالت ان هنا مش حابه ان اميره يبقى عندها بيت وجوز وولاد وتبقى مستقره، عايزاها تبقى متشحططه زيها كده. يطلع منك حكم بس ده لا يمنع انك ما عرفتش تربي برضه. بالنسبه لعمر بقى، فاللي بيخون مره بيخون 1000 مره، ما حدش بيتغير. وانا اللي كنت زعلانه عليها الحلقه اللي قبلها ان فادي سابها وسافر وقعدت تعيط، ده ربنا نجدها نوس. مش غيظني بقى غير شويه الكومنتات اللي انا بشوفها على مسلسل مفترق طرق، قد ايه ان هو بعيد عن مجتمعنا وان هم بيحطوا لنا حاجات بعيده عن عاداتنا وتقاليدنا. لا حضرتك بس اللي نعامه وبتحب تدفن راسك في الرمل، دي حقائق وكلنا اتقرصنا بسبب كده. الشخصيات دي حقيقيه وموجوده فعلا في مجتمعنا. تفتكروا بقى عمر هيخون اميره مع هنا؟